السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة كوين اوف سويس أو شهوات فاطمة طنجاوية. كنتمنى تكونوا مزيانين وفي أحسن الأحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. عدلت شلاضة د الروز بالزبيب كتجي حلوة ومالحة، سهلة ولذيذة بزاف. تفرجوا في الفيديو كامل باش تعرفوا الطريقة. كنتمنى لكم فرجة ممتعة. عندي زبيب بياض وكحل مخلطين المقدار ديال زلافة صغيرة د الحريرة، كبيت عليهم الماء طايب وخليتهم يشمخوا ويرطبوا. في قاميله عملت الماء كيغليو، ملي غلاو زدت عليهم ملعقه صغيره ديال الملح وزدت عليهم 250 غرام د الروز ابيض مغسول ومنقي. كنحرك الروز في الماء، من بعد خليته حتى طاب، ما غطيتوش باش ما يفيطليش. قشرت جوج د بصلات صغارين ما يعادل بصله واحده متوسطه وقطعتهم طريفات صغارين. عملت مقله فوق بوطه وكبيت فيها شويش ديال زيت الزيتون، زدت عليها البصله اللي قطعت وحركته مزيان باش البصله تتخلط مع الزيت، وخليت البصله كتشحر. من الافضل نغطيها باش دغيا كتشحر. اللي دخل عليها طياب ودبالت البصله زدت عليها ملعقه صغيره ديال الملح ونصف ملعقه صغيره ديال الابزار مدقوق. خلطت مزيان البصله مع الملح والابزار باش تدخل المذاقات في بعضياتها، وكنخليهم يتشحروا مزيان وتدبل البصله ما تبقاش مقرززه. ملي طابت البصله زدت عليها الزبيب اللي كنت صفيته من الماء فاش شمختو، قطرته وزدته على البصله. زدت عليه جوج عويدات ديال القرفه، يمكننا نعوضوها بالقرفه مدقوقه. عملت العواد باش يبقى لي اللون ديال الروز ابيض ما يرجعش قهوي. وزدت عليهم جوج د مغارف كبارين سكر سنيده. كنبقى كنخلط مزيان حتى كتعسل وكتكراميليزا، والزبيب كيتنفخ، الحبه ديالو ما كتبقاش مبزعه كترجع منفخه، السكر كيدوب ما كيبقاش حبيبات، كترجع في هذا الشكل هذا. من بعد زدت الروز اللي من بعد ما سلقته قطرته مزيان وزدته هنايا. بقى كنحرك مزيان الروز مع البصله والزبيب حتى كينسجموا وكيدخلوا المذاقات في بعضياتهم. دائما على نار هادئه، ما كنعليش العافيه باش ما يلصقليش الروز في المقله. صافي كنطفي البوطه وكنقدم الروز في الطبق. هاد الشلاضه من الاحسن تنكل وهي سخونه، كتجي لذيذه بزاف. 250 غرام د الروز كتعملنا كميه وفيره ديال الشلاضه، توصيل اللي يكفي وجبه عائليه. الشلاضه كتجي حلوه ومالحه، صحيه مشبعه بزاف ولذيذه بزاف. كنتمنى تجربوها وتكتبوا لي الاراء ديالكم في التعليقات اسفل الفيديو. كنا نقدموا الطبق بهذه الطريقه اولا نزينوه. انا زينته بشويش ديال القرفه من الفوق، دردرت عليها قرفه مدقوقه وشويش سكر كلاصي. كنا نزينوه حتى باللوز مسلوق مقشر ومحمر في الزيت، يجي جميل جدا. كنتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو ديال اليوم. فضلا وليس امرا اعملوا لي لايك وبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء ديالكم، واللي اول مره كيشاهد قناه كوين اوف سويتس او شهوات فاطمه طنجاويه يضغط على زر الاشتراك وزر الجرس باش توصل لجديد الفيديوهاتنا القادمه. الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.